السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا عند عالم الحلويات. أهلا وسهلا بالمتتبعين العزاز ديالي، الله يحفظكم ليا. شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم ليا. لهلا يخطيكم. قنتي بكم راك غادية وبكم كتكبر إن شاء الله يا ربي. شكرا لكم بزاف المتتبعين القدام والجداد واللي انضموا عندي للقناة. شكرا اللي خطيكم عليا بزاف على التشجيع ديالكم ليا دائما، اللي خارج المغرب وداخل المغرب لا يخطيكم عليا. اليوم ان شاء الله باذن الله جيت نشارك معكم واحد ميني كيك اللي ساهلين واقتصاديين وساهلين البنات وكيوجدوا في 10 ديال الدقائق. غزالين البنات، الضيوف ديالكم ولوليداتكم، وسهلين واقتصاديين. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، الله يجازيكم بالخير. يلا البنات نبداو دائما الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله على بركه الله. ندوزو للتحضير وللمقادير. عندي هنا البول اللي غادي نخدم فيه، وعندي 2 بيضات البنات. البيض عندي حجم رقيق، الا كان الحجم غليظ ديال البيض ديروا غير حبات البيض. انا هذا حجم رقيق بزاف، دايره 2 بيضات دائما يكونوا بحراره المطبخ. وغادي نزيد عليهم واحد القريصه ديال الملحه، دائما كتعدلنا الذوق. وشاسي ديال الفاني، وإلا كان عندكم الحامض حكوا قشور الحامض ولا ديال البرتقال حتى هما كيعطيو نكهه زوينه. عندي كاس لارب ديال سكر سنيده، وغادي نخدم هاد المكونات مزيان حتى يذوب لي هاد السكر مع البيض. دائما تخدموا الا كان عندكم الخلاط ديال الضو خلطوه به، كان على اليدوي صافي حتى هو كيقضي الغرض. وعندي هنا نص كاس ديال الزيت، وكنخدم هاد العناصر مزيان. دابا الاخوات والاخوان والمتتبعين ديالي الله يحفظكم، ما رانيش في داري، وهكا كنشارك معكم هاد الوصفات الخفافين والظرافين ان شاء الله. وعندي هنا كاس الحليب. المكونات بساطين البنات، وكيجيو هاد ميني كيك هشاش وطالعين والكميه وفيره. من بعد ما خلطت مزيان دوزت للدقيق اللي غربلته، عبرت 3 د الكيسان وغربلته، وكنبدا ندير على دفعات وانا كنخلط. شكرا لكم بزاف المتتبعين، دائما كتساندوني وكتابعوني، لهلا يخطيكم عليا. نتوما هما العائله الثانيه ديالي، ربي يحفظكم. شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وتخليني نزيد نعطي ونزيد نتشجع في هذا الميدان ديال الحلويات. وعندي هنا كيس ونص ديال الخميره د الحلويات. عندي كيس من 8 د الغرام، وكيس درت منه غير 4 د الغرام، 12 غرام ديال الخميره د الحلويات، باش ما كيطلعوش ويفيضوا على المول. كنديروا فيهم غير 12 غرام. ايوا دابا راني نخلط. ها القوام ديال الكيك ما يجيش جاري وما يجيش قاصح. الا جا جاري كيهبطوا لنا في المول، وإلا جا قاصح كيجيو قاصحين، ما كيجيوش مفشفشين. هنا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل، وكنخلط
مزيان. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. الدقيقه البنات ما درتوش كله، هو بقى لي هنا تقريبا شي كاس الا ربع ديال الدقيق اللي بقات لي من 3 د الكيسان. من بعد البنات ما خليته ارتاح لي واحد شويه هذا الخليط، ارتاح لي. دهنت المول ديالي وهو كيرتاح، دهنت مزيان هاد المولات بالزيت ولا بالزبده، وكنرش فيهم شويه ديال الدقيق باش ما نتفادى ما يلصقوليش. القوام ديال الكيك خصو يجي بحال هاد الشكل البنات باش يجيكم الميني كيك ديالكم يجيو مفشفشين ويجيو طالعين. في داك القوالب ديال الميني كيك كندير معلقه ونص ديرو باش ما يفيضوش ولا يجيو رقاق. انا المعلقه ما كنعمرهاش وكنزيد الثانيه معلقه ونص ديرو. هنا البنات راني شعلت الفران على 180 درجه على ما نعمر الميني كيك ديالي، وكندخلهم للفران وكنقص ل 150 درجه ونخلي كيطيبوا هي من التحت حتى كنلقاهم حمروا مع الجناب، عاد كنشعل عليهم من الفوق. عمروا لي هنا 12 ديال القطع ديال ميني كيك، وبقى لي البنات كميه وفيره تبارك الله ما شاء الله. ها من بعد ما خرجتهم من الفران هانتوما كيفاش كيجيو محمرين البنات ومذهبين وكيجيو روعه، غزالين ومفشفشين وطالعين وبسهوله كيزولوا من هاد المولات ما كيلصقوش. كيجيو رطيط بين البنات وغزالين. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نزينهم. هنا كدهنوهم بالعسل ولا بالمربى ولا بالناباج اللي عندكم، كدهنوا كتزينوا. عاود التزيين كيبقى على حسب اللي عندكم في الدار. انا هنا درتي شويه ديال اللوز اللوز ايفيلي اللي حمرته شويه وحكيته بين يدايا وزينت به، ولا الكوك، المهم اللي عندكم زينوا به هاد ميني كيك ديالكم كيجيو غزالين. ها هما ميني كيك ديالي البنات كيفاش جاو غزالين. وان شاء الله الفيديو ديالي هنا اكمل، وهنا غادي نقول لكم بالسلامه عليكم، تنتلاقى معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. وما تنسونيش من اللايك والتشجيع ديالكم.